ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا بقى فلوج جديد، هنعمل شويه مكرونه وبانيه وشويه سلطه. هنا بقى انا بولع كل الحاجه كده على النار عشان نلحق نعمل الصلصه. في شويه تريكات كده، وتيجوا برضو تشوفوا ايه البانيه اللي بيتاكل ني، مش عارفه ازاي. هنا عملت البيض علشان البانيه. انا البانيه لما بجيبه من بتاع الفراخ بحطه على طول كده، بتبله تتبيلته اللي هي البصل، توم باودر، بصل باودر، واحطهم فين؟ في التلاجة في الفريزر. وعلى الاكل اطلع اعمل بقى ايه الفيجيتار في طبق والدقيق في طبق والبيض في طبق. بتبل البيض بس، انا ما بتبلش غير البيض، الدقيق والفيجيتار لا. ملح، فلفل اسمر، كمون، آه بصل باودر، توم باودر. نتبله دي التومه عشان نحط الصلصه. هنا بقى جالي تليفون من ست الحبايب. يا رب يا رب يا رب تديم دايما المكالمة دي. طبعا بقى ايه، انا كنت خلاص اصلا متأخرة على الشغل، فلازم اخلص الاكل وعايزة البس وانزل الشغل. هنا الابلة رضوى بنتي دخلت ايه بقى وانا بكلم تيتا بره. دخلت قال يعني انا مش شايفة، بس انا جبتها من ظهرها اللقطة دي، بس هنزلها لها. ان هي ايه داخلة بتقوم بدوري. يعني نفسها يا عيني تطلع، بس انا يعني لا، ما بلاش، مش دلوقتي خالص. دلوقتي انا بقى بعمل البانيه. باخده البانيه هي اهي، بحطها في الدقيق، ومن الدقيق على البيض. انا دايما البيض طبعا كده بشوكه بتعمليها، بس بايدي بقى هنا في الفيجيتار. هنا خلصت، هنقلي بقى، حاطه الطاسه على النار. هنا بقى وهي بتقول لي صاحبتي بتاكل البانيه ني. صاحبتك مين يا حبيبتي بتاكل البانيه ني؟ عماله اقول لها ازاي؟ بتقول لي والله يا ماما بتاكل البانيه ني، انا عايزه اكله. قلت لها انت بتستهبلي؟ اهو عماله تقاوح. قلت لها لا يا حبيبتي، في حاجه غلط. انا مش عارفه ده ايه. دي بقى صلصه انا كنت ايه عاملاها وعيناها. دي صلصه بيتي انا عاملاها، حتى تلاقوني حطاها في ايه، في برطمان مربى. هنا حطيت توابل الصلصه، طبعا ملح وفلفل اسمر. انا ما بحبش الكمون، مش عارفه بيني وبينه كده ايه يعني ما. وشطه وبابريكا طبعا، وتوم باودر. انا ما بحبش البصل في الصلصه بتاعت هنا ايه بقى، قلت ايه عقبال ما الحاجه تتعمل اغسل شويه الايه طباق. وانا غسلت السلطه، احط البانيه. حطينا البانيه يتقلي. بصوا سر البانيه بقى، سر في البانيه ان انت تبقى على نار متوسطه، ولا واطيه ولا عاليه قوي. عاليه قوي هتلاقيه ني، واطيه هيتسلق معاكي كده، هيبقى البتاع طري. فانت حطيه على نار متوسطه، منها يستوي ومنها ياخد طبق ايه مقرمش. هنا بقى السلطه. طبق السلطة أهم حاجة فيه الخضرة الصراحة، والخضرة دلوقتي رخيصة رخيصة رخيصة. اللي عايز يخزن، أنا خزنت لي شوية كده حلوين، بستخدمهم في إيه بقى؟ مثلا يوم كده في سلطة بطلعها الصراحة واحط، مش بس هي مش بتبقى زي الصبحة، بس لما بتحتاجيها خلاص. في الطحينة بحط شوية خضرة في الطحينة للطحينة. حاجات كده في الأكل اللي بتطبخ، في المحشي. لا بيبقى لها لازمة في الأوقات الصعبة. هنا عم بعمل ال... السلطة والصلصة على النار. بقطع الفلفل بقى كده ايه. السلطة ايه قربت تخلص، كل حاجة على النار. في ثواني الأكل كان خلص. هنا بقى المكرونة. وبرضو المكرونة نفسي أفهم اللي بيقطمها بيقطمها ليه يعني. هتشوفوا دلوقتي ليه بتتقطم. يعني ليه احنا بنقطم المكرونة اهي زي ما هي قدام عينيك اهو، زي ما هي نزلتها زي ما هي. ايه لازمتها بقى ان هي تتقطم؟ انا هنا نسيت احط الكيس التاني. هتلاقوني بقى وراح فين اللقطة دي، مش عارفة بقى. في كيس تاني، انا عملت كيسين. يعني انا ما عملتش كيس واحد، عملت كيسين. هنا بقى ايه البانيه طلع. رضوى بنتي بتقولي وسمعهم الخرمشة. هو باين من شكله الطبقة متماسكة، مش فالبنات اللي لسه مبتدئة. انتي تبلي كل البانيه بتاعك اللي انت هتستخدميه في الشهر، وحطيه في اطباق على قد الاكل، طلعيه متبل بيبقى ليه طعم حلو جدا. على قد بس تعملوا له الطبقة. ولو قعدتيه نص ساعة ساعة قبل ما تقليه يبقى مية مية، زي ما انا عملت كده عقبال ما ايه ما ظبطت المطبخ بتاعي. هنا برضو المكرونة حطيها من هنا على طول يعني.
التركه احنا بنحط شويه، لو انت بقى المكرونه عملتيها قبل الصلصه مثلا فلازم تصفيها. طب انتي بتعمليهم في وقت واحد زي ما انا بعمل كده، روح على طول منها. احنا في تركه ان احنا بنعوز شويه ميه من سليق المكرونه، بتدي شويه ايه طعم كده وتقل في المكرونه. ايه رايكم بقى في المكرونه؟ هي طالعه شويه مكرونه. انا بسخن عيش، لا ما بعرفش اكل يعني، مش المكرونه مش بتحبني قوي يعني، اكل بس اكل معلقتين تلاتة كده. هنا بقى ايه بغرف الطباق. ايه رايكم بقى؟ تعالوا كلوا معانا، والله بجد 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 تيجوا تاكلوا معانا. يلا. هنا بقى بحاول اخلص لان الوقت بتاعي كان خلاص فاضل 10 دقايق، لازم البس، لازم البس عشان انزل على الشغل. واحط لهم طبعا اكل وباكل كده وانا ايه واقفه. هنا بقى نقول لكم هنا بقى نقول لكم ايه، مع السلامه. وما تنسوش بقى اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس، ومتابعه ولايكات. انا بحبكم في الله. يلا مع السلامه.